بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. حقيقة الأحداث في اللحظات الأخيرة كده وفي الأوقات الأخيرة حصل فيها كواليس كتير وأحداث كتير بخصوص مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، وفي تعليقات كتيرة كده جت أو تمنيات كده من بعض الإعلاميين زي الكابتن أو الأستاذ عمرو أديب، وطبعا دايما هو معروف إن هو زملكاوي وبيتمنى دايما الأهلي يخسر، ده طبيعي يعني، هو زملكاوي بيتمنى الأهلي يخسر، شيء متوقع ان هو يبقى تمنياته للنادي الاهلي دايما خساره. وفي كمان اخبار عايز اقولها لكم كمان بعد ما علق كده على تعليق عمرو اديب، لكن الاهلي احب اوضح ان باقي له 7 نقاط فقط ويحسم الدوري المصري. 7 نقاط تفصله عن نهايه الحلم ال 44، رقم 44. انتوا يعني متخيلين يا جماعه متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ يعني لما تبقى البطوله رقم 44 عندك، انت خلاص فاضل لك 7 نقط وتخلصها، وغيرك بيحلم بالبطوله رقم 1 اللي هو المنافس التقليدي دلوقتي، اللي هو بقى مين؟ بقى بيراميدز. يعني معروف ان بيراميدز خلاص هو اللي بيبقى معاك في الدوري دلوقتي، يعني بينافسك زي ما بيقول يعني. ففضل متربع لحد ما النادي الاهلي رجع ولعب مؤجلاته، يعني ما كملش مؤجلاته كلها، وحقق المعجزه اللي ما بيعرفهاش النادي الاهلي، اللي هو المستحيل، انه يكسب جميع مؤجلاته لحد الان، واللي هم عمل 17 فوز متتالي، 17 فوز متتالي، ويكاد يصل لل18 وهكذا ان شاء الله ويستمر. حقق الرقم القياسي اللي حابب اقول لكم عليه، اللي هو مارسيل كولر. اقل رقم او اكبر رقم وصل له مدربين النادي الاهلي كان 16 مباراة، هو حسام البدري وفايلر. كابتن حسام البدري كابتن النادي الاهلي طبعا الكبير المحترم الخلوق، كان عمل 16 فوز متتالي. فايلر المدير الفني للنادي الاهلي اللي انتوا عارفينه برضو كان عمل 16 فوز متتالي. السويسري اللي هو بلديات مارسيل كولر، جه بلديات مارسيل كولر بقى اللي هو السويسري، حقق الرقم اللي هو كان مخصص لجوزيه فقط، 17 مباراة متتالية فوز. فبالتالي الموضوع ده عمل حساسية كبيرة قوي عند ناس كتير واعلاميين كتير. من حقك انك تبقى اهلاوي، من حقك تبقى زملكاوي، عادي يعني، واحنا برضو من الدعابه والفكاهه كده بنحاول نعلق على الموضوع ده. الاهلي يسعى للفوز ال 17 قصدي ال 18 عشان يبقى عدى بقى جوزيه، هو ساوى جوزيه، يعني بقى متساوي مع مانويل جوزيه. ده مارسيل كولر بقى متساوي مع مانويل جوزيه، فعايز يسعى بقى ويحقق الرقم الاعلى. يعني بعتذر كده عن الضوضاء اللي في الشوارع. فالرقم اللي بعد كده هيسعى له ليه هو مارسيل كولر ان شاء الله، ولكن المباراه صعبه قدام البنك الاهلي، صعبه جدا، وان شاء الله الاهلي يستمر في الفوز. عمرو اديب بيتمنى بقى في خساره النادي الاهلي، وفي ناس كتيره جدا بتتمنى الموضوع ده عشان يكسروا القاعده. كمان انت يفصلك زي ما قلت 7 نقاط عن التتويج بالدوري الممتاز اللي هو خلاص قاب قوسين يعني، وتبقى هتحصل عليه ان شاء الله، لان بيراميدز تعثر في الماتش الاخير ليه وتعادل 2-2 بالعافيه امام فاركو، بالعافيه يعني، خلينا نقولها بصراحه. هو كان مغلوب 2-0 لحد الدقيقه تقريبا 46 حاجه كده يعني من الشوط الاول. 2-0 فاركو كان غالب بيراميدز. جه الحكم طبعا ادى حوالي 8-9 دقايق وقت بدل ضايع، وده حقه، ولكن فاركو خد جونين في 2-3 كده خطف، عقبال ما استوعب الموقف وعقبال ما فاق من ان هو ازاي يدخل فيه جونين في 2-3 كده، بعد ما كان كسبان 2-0 كسبان بيراميدز، فيحصل العكس. فحاول يتماسك ان هو يخرج على الاقل الشوط الاول
على الاقل يعني الشوط الاول يخرج متعادل، لان كان خلاص دقايق كمان وكان بيراميدز ممكن يحط التالت، ولكن تماسك وبيراميدز خرجوا الشوط الاول 2-2. فاركو نزل الشوط الثاني عمل بصراحة ماتش كويس وفضل محتفظ بالنتيجة 2-2 لنهاية المباراة، وانتهت المباراة 2-2 ويخسر وينزف بيراميدز من النقاط ليفقد صدارة الدوري نقطة تلو الأخرى. فيجي النادي الأهلي يكسب سيراميكا كليوباترا 4-1 آسف. فطبعا النادي الأهلي بيحقق نتائج قوية جدا، يعني بتكلم في ماتشات كبيرة، ماتشات متتالية ومتلاحقة كده بصعوبة رهيبة. يعني الأهلي عمل ماتشة كده متتالية ورا بعضها، مش أي فريق يقدر يعمل الموضوع ده كل يومين مباراة كل يومين مباراة. فأنت عشان تبقى بتقدر تواصل الفوز باستمرار كل يومين ماتش، دي صعبة، مش أي فريق يقدر يعملها إلا إذا كان عنده روح البطولة ويمتلك شخصية قوية جدا في الملعب. الحقيقة مارسيل كولر عنده إيجابياته كتير وعنده سلبياته اللي هي ضد اللعيبة، زي بيرسيتاو اللي هو خلاص أعلن انه خارج النادي الاهلي ومش عايزه معاه الفتره اللي جايه. بيرسيتاو اللي لا يختلف عليه اتنين ان هو كان نجم كبير في النادي الاهلي الجنوب افريقي، ولكن جه مارسيل كولر قال مش عاجبني. طب ازاي؟ انا مش عارف. يعني في ظل انه هو في المباراه اللي شارك فيها بيرسيتاو الاخيره بعد عودته من الاصابه وغياب طويل، اول ما نزل اول اللمسه الاولى ليه حط هدف وهو اللي انقذك من الماتش وكسبت المباراه. طب يعني ما عندوش مقياس، هو مارسيل كولر خارج التوقعات والمقاييس كلها، يعني حاجه مش عارف افهمه لحد النهارده بصراحه، ولا حد قادر يفهمه. حتى تغييراته غريبه وفي اوقات غريبه، يعني هو بيكسب وبيعمل كل حاجه ولكن تغييراته هي ماشيه، ما دام ماشيه سيبها ماشيه. عاده هو ما بيعملش الخمس تغييرات، بالعافيه بيعمل 3، ويعني ما بيبقاش عايز كمان. وفي الدقيقه 90 92 في الدقيقه 77 ما بيبقاش عايز كمان يعمل، غير لما اللاعب اللي في الملعب يشح ويبقى هيقع خلاص وهو اللي بيقول له ارجوك بدلني عشان انا خلاص مش قادر اجري. لان كل يومين ماتش دي كتير. حتى وسام ابو علي وهو بيلعب في الماتش يعني 6 ماتشات ورا بعض ولا حاجه كده تك كل يومين، اكيد هيحصل فيه اجهاد رهيب اكيد. فانت عايز تحافظ عليه لانك هتلعب في بطولات كبيره جايه، من المفروض ان انت تريحه وتدي كهربا شويه، ما تبقاش الحسابات الشخصيه بينك وبين اللاعب مخلياك تمنعه من المشاركه لمجرد انك مختلف معاه. صحيح هي حاجه كويسه انك تأدب اللاعب ويحترم المدير الفني، ولكن شويه هنقول يعني مش كل شيء يبقى بالطريقه دي، عشان على الاقل مصلحه الفريق، المصلحه العامه بتقول انك لازم تستمر في التدوير. فهنشوف الاهلي هيعمل ايه، ولكن نتمنى ان شاء الله يستمر على كده، وباذن الله الفتره اللي جايه يحقق الفوز اكتر واكتر ويستمر على هذا المنوال يعني، ويبدا ان شاء الله كده في تتويج البطوله. فوزين ونقطه تعادل يكسب النادي الاهلي الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه، في ظل نادي بيراميدز خلاص هيفنش تاني. طبعا احنا عارفين نادي الزمالك بيصارع من اجل المركز الرابع يعني تقريبا او الخامس، فلو خد رابع خامس ثالث المركز مش هتفرق معاه لانه خلاص ولسه مغلوب من المقاولين العرب، فالموضوع بالنسبه له تحصيل حاصل. دلوقتي المنافس الطبيعي ليك هو نادي بيراميدز، فانت بتبص لمطوشه بيراميدز بتشوف نقط بيراميدز اللي هو الاسيوطي سابقا. فعشان كده انا بقول لك ان التركيز الفتره دي هيبقى كبير، فاضل لك ماتشين فوز ونقطه كمان تعادل يبقى خلصت الماتش، مش هتحتاج ال6 مطوشه اللي باين لك، انت عايز منهم 3 مطوشه بس، فوزين وتعادل، وان شاء الله مش هيبقى تعادل بس احنا عايزين فوز على طول يعني. لكن انا بتكلم مجازا لو الاهلي ريح او حصل اي شيء، بس انا نفسي ان هو يستمر في تحقيق وتكسير الارقام عشان مارسيل كولر كمان يستحق ان هو يستمر في الارقام الكبيره اللي بيعملها، وبيريح عبد المنعم وبيريح لعيبه كتير. هنشوف الفتره اللي جايه والمطوشه اللي جايه هتشيل ايه ونتائجها هتبقى ايه، وهتابعكم بالاخبار اول باول والكواليس
تابعوني في الفيديوهات اللي جايه، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل طبعا عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل فيديو، ولايك الفيديو ما تنسانيش اهم شيء طبعا عشان نستمر وتساعد على دعم القناه. تحياتي ليكم دايما، اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.